أمهاتنا ربي يحفظهم ويرحم اللي ماتوا، تعبوا وقاساو ومدولنا دم جوفهم بلا حساب. بكينا معاهم كي شفناهم يمرضوا ويخبوا الوجيعة باش حنا نضحكوا. كامل على بالنا باللي الجنة تحت رجليهم، والخير اللي داروه فينا ما ترفدوا بحار. بس على بالك باللي أكبر تكريم تقدير ديريه ليماك اليوم، وأكبر أمان تمديه لولادك، هو أنك ما تعيشيش نفس العذاب اللي عاشوا فيه. عادة صامتة وخطيرة رفدناها عليهم بنية صافية، ولا ما كسرناش هاد الحلقة درك ولادنا راح يعيشوا نفس التعب ونفس المعاناة. ماشي باش نلوم أمهاتنا، حاشا ولله، هما التاج فوق الراس، بصح باش نفهموا واش صرالنا ونعيشوا أصحاء على جالهم. أهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا مية مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. كي كنا صغار كنا نشوفوا في أماتنا كيما البطلات الخارقات، ينوضوهما اللوالا، يرقدوهما التوالا، يطيبوا، يسيقوا، يربوا، يتحملوا كل شيء في سكات. كبرنا وإحنا في بالنا هذا هو المعنى الحقيقي للحب والتضحية. بصح لو كان نقول لكم باللي كاينة عادة واحدة شربناها على أماتنا بلا ما نحسو، اليوم تحولت لأخطر فخ راه يدمر في سلامنا النفسي، يعطلنا في نجاحنا، ومخلينا عايشين في دوامة تاع التعب والضغط. في هذا الفيديو ما راناش جايين ننتقدوا أمهاتنا، حاشا ولله، بصح حابين نفكوا هذيك الشيفرة اللي ورثناها باش ننقذوا رواحنا وننقذوا ولادنا. اليوم نكشف لكم عادة التضحية المرضية وإهمال الذات، هذه العادة الخطيرة اللي تأجلي نفسك إلى أجل غير مسمى، ويسموها في علم النفس متلازمة الشهيدة. أمهاتنا بنية صافية وبالحب اللي في قلوبهم، وعلى حساب التربية تاع زمانهم، تعلموا باللي قيمة المرأة تبان في شحال تعذبت وشحال قاسات على جال الآخرين. تعلموا باللي كي تتهلاي في عمرك، ولا كي تقولي لا، ولا كي تدي وقت ترتاحي فيه، هي نوع من الأنانية. كيفاش لحقتنا هاد العادة؟ احنا ما تعلمناهاش من الهضرة اللي كانوا يقولوها لنا، تعلمناها من واش كنا نشوفوا فيهم يديروا كل يوم. شربنا فكرة باللي قيمتك في هاد الدنيا مربوطة بشحال راكي تنتجي وترضي في الناس اللي دايرين بيك، حتى لو كان الثمن هو صحتك ونفسيتك. اليوم تلقاي روحك تحسي بذنب قاتل لو كانت تقعدي نص ساعة برك ما تديري والو، تحسي بالذنب لو كانت تخسري شوية وقت ولا دراهم باش تطوري من عمرك، ولا باش تديري حاجة تحبيها. رجعنا نسخة كربونية من العطاء اللي ينشف الروح. أروح نحطوا النقاط على الحروف ونشوفوا الواقع كيما راه. هاد العادة ماشي مجرد نية وطيبة قلب، لا، هذه قنبلة مؤقتة لثلاث أسباب. أولا، القلب يتعمر، النرفزة الزايدة، كي تبقاي غير تمدي وتمدي بلا ما تشحني البطارية النفسية نتاعك، على بالك واش يصرى؟ هذاك السكات يرجع غضب مكبوت، وتولي تنفجري وتعيطي على ولادك وعلى راجلك على أسباب تافهة. ثانيا، تولي تجبدي ليك غير الناس الاستغلالية، كي تولفي اللي دايرين بيك باللي انتي ديما واجدة وديما رغباتك هما التوالى، راكي تبعتي ميساج غير مباشر للعالم باللي أنا
ماشي مهمة، حطوا كاع أحمالكم فوق كتافي. وثالثا تضيع الهوية نتاعك. شحال من وحدة بعد سنين طويلة من التضحية تتلفت وراها وتقول أنا شكون، واش نحب، ورا أحلامي اللي نسيتها في طابور الواجبات. كيفاش نكسروا هاد العادة؟ هنا تجي الفرصة تاعنا باش نكسروا هاد الدوامة. هاد الشي ما يعنيش باللي نتخلاو على المسؤولية ولا ننكروا خير أمهاتنا، بصح معناها نسقموا الطريق. إليكم الخطة العملية في 3 خطوات. الخطوة الأولى: بدلي مفهومك للأنانية. الاهتمام بروحي ماشي رفاهية، مسؤولية. شفتي في الطيارة كيقولك ديري قناع الأكسجين اللي كنتي الأولى باش تقدري تنقذي الآخرين؟ نفس الشي في الحياة. إلا كنتي انت عيانة، مقلقة، مستنزفة، واش راح تمدي لولادك؟ حاجة باينة راح تمدي لهم نسخة مقلقة وعيانة. الخطوة الثانية: قيمي روحك وخطي لنهارك. سقسي روحك كل صباح: واش راني محتاجة أنا اليوم باش نكون بخير؟ هل محتاجة نص ساعة كالم؟ محتاجة نتعلم حاجة جديدة تفتح لي بيبان المستقبل؟ حطي وقتك الخاص كأولوية، ما فيهاش نقاش. الخطوة الثالثة: تعلمي تقولي لا ذكية. كوني قادرة تقولي لا للحاجة اللي فوق طاقتك، وقولي إيه لسلامك الداخلي وصحتك، هذه ما فيها والو. في الأخير يا حباباتي، خلوني نقول لكم باللي أمهاتنا مدونا أحسن ما عندهم على حساب الوعي اللي كان عندهم في زمانهم. ليهم منا كل الحب والخير والامتنان. بصح البر الحقيقي بيهم اليوم هو ما نكروش أخطاء أرهقت الأرواح نتاعهم. البر هو نكونوا صحاح نفسيا باش نربو جيل يشوف فينا القدوة في احترام الذات وتقديرها. اكسروا هاد القيود الصامتة وتهلاو في رواحكم. والروح إلى راحت ما تعوضهاش حاجة واحدة أخرى. حابة نسمع منكم درك في التعليقات واش هي العادة اللي راكم تلاحظوا باللي ورثتوها وراكم تجهدوا اليوم باش تبدلوها. شاركوني قصصكم، وما تنساوش ديروا جامل لفيديو وشاركوا القناة. دمتم بنفس مطمئن. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنساش حبيبتي، نجاحي يبدأ من بيتي.